الحمص مش مجرد أكلة عابرة، هو قصة من التراث الشرقي، طبق بسيط لكن مليان نكهة ودفء. من أول لقمة بتحس بطراوة القوام وغنى الطحينة ولمسة الليمون المنعشة. اليوم رح نمشي خطوة بخطوة ونحضر الحمص بأدق التفاصيل عشان يطلع مثالي. المكونات الأساسية: كوبان حمص منقوع ليلة كاملة، 3 ملاعق كبيرة طحينة، 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون، ربع كوب ماء مثلج، ملح حسب الرغبة، رشة كمون اختيارية، زيت زيتون بكر ممتاز، سماق وبقدونس مفروم للتزيين. نضع قدر على النار ونملئه بالماء البارد، ثم نضع الحمص الناشف داخل الماء ونشعل النار تحته حتى يغلي من 30 إلى 40 دقيقة، ثم نصفي الحمص من الماء ونتركه جانباً حتى يبرد. نضع الحمص المسلوق داخل الخلاط، أضف فوقه الطحينة، عصير الليمون، الثوم، ورشة ملح. شغل الخلاط وابدأ بإضافة الماء البارد شوي شوي لحد ما يصير القوام ناعم وكريمي. اسكب الحمص في طبق مناسب وسوي السطح بالملعقة. زينه بزيت الزيتون، رشة بابريكا أو سماق، بقدونس مفروم. قدمه مع خبز عربي طازج. جربوا الحمص بهالطريقة وعيشوا التجربة. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد من وصفاتنا الشهية.